السلام عليكم. الترجي الذي التونسي باش يشارك في كأس العالم للأندية. الترجي الذي التونسي أكثر فريق في تونس متحصل على بطولة الدوري التونسي. الترجي الذي التونسي أكثر فريق في تونس متحصل على كأس تونس. الترجي الذي التونسي أكثر فريق في تونس متحصل على كأس السوبر التونسي. الترجي الذي التونسي في آخر 15 سنة في دوري أبطال إفريقيا وصل 6 مرات فينال تشامبيونز ليج في بلاد نجم نقولوا انه الكالندرية نتاعها تتبدل في العام مرتين ثلاثة، في بلاد اللي ما فيها كان ملعب وحيد مونوغي من الفيفا ومن الكاف اللي هو ملعب رادس، في بلاد اللي ما فيهاش جامعة تونسية لكرة القدم، فيها هيئة تسييرية. تلقى نادي اسمه الترجي التونسي يلعب على المحافل الدولية سواء القارية أو الإقليمية أو الدولية، وديما منور البلاد وديما هاز درابو تونس. الترجي التونسي قلت ونعاودها إنه الفريق الوحيد في تونس اللي ينجم ينافس الفرق الإفريقية في دوري أبطال إفريقيا وإلا في أي مسابقة إفريقية مهما كانت بصراحة، خاطر الريتم نتاع الترجي الترجي في حد ذاته، الناس اللي دايره بالترجي، الناس اللي تحب الترجي، المسؤولين اللي يحبوا الترجي، رئيس الجمعيه اللي يحب الترجي اللي قاعد يحط في الفلوس ويهون. برشا ناس باش يقولوا لي كما جاش حمدي المدب، ليه؟ لا باش يمشي حمدي المدب، باش يجي نهار يمشي حمدي المدب، مش باش يقولوا في الترجي اكيد راه باش يجي واحد اخر اكثر منه. راهو الترجي عندها ناس، الترجي عندها رجال، الترجي عندها اكثر من حمدي المدب، غير ما يحبوش يبانوا في التصوير. لكن في هذا الكل نحكيو كروي، نحكيو انه الترجي الفريق الوحيد في تونس اللي قادر انه يزيد ينور تصويرة البلاد. الترجي فريق كبير، فريق عريق، الترجي قد ما عملوا معاه في تونس في السنين الاخرى وقد ما حبوا يعرقلوه، لكن الترجي التونسي ديما الفوق. الترجي حطوا له الماتشوات 3 وسبت و3 و4 وفي الجامعة مرتين شامبيونز ليج وبطولة وما حبوش أجلوا له، والترجي وصل. الترجي التونسي من أقوى الفرق في تونس، هذا ما كناش أحسن، أنا نمشي ديما بارشيفر ونمشي بالأرقام. الترجي عنده 33 بطولة، بالنسبة لي أنا أحسن فريق في تونس. الترجي عنده 15 كاس، بالنسبة لي أنا أحسن فريق في تونس. الترجي التونسي عنده 4 تشامبيونز ليج، بالنسبة لي أنا أحسن فريق في تونس من الآخر وعلى الآخر، بدون مجاملات وبلاش جون وبلاش ماسكوات وبلا حد شيء. ونعرف برشا يتفرجوا باش يتغشوا وكل شيء، لكن خويا هذا الواقع وهذه الأرقام مش تقول إنه الترجي التونسي أكثر فريق في تونس، كان مش الفريق الوحيد في تونس اللي باش يلعب كأس العالم الرابع عليه يا معلم. راهو كلمة كبيرة كأس عالم. راهو كي تشوف الصفحة متاع الفيفا شنو مهبط عليه، وكي تشوف صفحة باريس سان جيرمان الرسمية شنو مهبط، وتشوفوا تصويرة مريح مع كبارات الملاعبية في العالم، تفهم اللي الترجي الذي التونسي راهو سيتعدى باليه أخرى تويكا، ما عادش باليه متاع افريقيا والا باليه في تونس والا سوبر ليج، ليه تعدت العالمية تويكا. الترجي تو ولا في العالمية، وهذا الشيء مش قاعدين مستوعبينه لهنا في تونس. كيفاش الترجي وصل للعالمية؟ الترجي وصل بالخدمة للعالمية، صحيح فما نقائص، فما نقص في الجواريات، في التكوين، في اللي هو بالمشاكل الموجودة، لكن الترجي ديما راكز وديما واقف. الترجي ديما عرسة من عروس افريقيا. الترجي الفريق الوحيد اللي قاعد ينافس طيلة السنوات هذه الكل في الاهلي المصري. الاهلي المصري نعرفوه عنده تراديسيون في الشامبيونز ليج، عنده المعالم نتاعو، عنده لي بوان نتاعو، لكن ديما الترجي التونسي كالشوكه لهنا في القرجوم في بلاد صغيره قد هكا. شوفوا مصر قد شنو، وشوفوا الاهلي وشوفوا الترجي قد شنو، وشوفوا تونس قد شنو، وشوفوا البلاد هذه تونس اللي هي صغيره في الخريطه شوف شنو مخرج وشنو خرج، وشوفوا الترجي التونسي شنو قاعده تعمل في الاهلي كالشوكه. ديما تلقى الاهلي وتلقى الترجي في ديمي فينال، تلقى الاهلي الترجي دي فينال، تلقى الاهلي الترجي، ديما موجود الحاجه ذي. دونك راهو الترجي هارب برشا سنوات ضوئيه على برشا ناس وبرشا فرق في تونس. نحكيو على التصنيف نتاع كاس العالم للانديه، الترجي التونسي براتيكمون باش يجي في التصنيف الرابع، لكن عادي ما يقلقش اي فريق باش يجي اكيد ما عادي جدا. احنا بجمهور الترجي والمكشخين الكل ونحكيو على
الترجي التونسي كهيكل رياضي عادي جدا، أي فريق باش يجي باش يلعب كورة معاه الترجي، باش توصل الترجي تلعب، وأكيد الترجي التونسي بالنسبة لي المشاركة الرابعة في كأس العالم للأندية مشاركة باش تكون تاريخية، مشاركة فيها برشا فلوس، مشاركة باش تكون الأبرز في العالم أكثر يمكن من كأس العالم للمنتخبات. ونزيد نقولها إنه الترجي التونسي في صورته في صورة ما، وإن شاء الله أكيد يتحصل على دوري أبطال أفريقيا للموسم هذا، كأس العالم الجاية اوتوماتيكمون مترشح لها ديريكت من حصوله على دوري ابطال افريقيا. يبقى السنه الترتيب التراكمي الى اخر ترتيب نتاع 4 سنين لا حتى شيء، ديريكت دوفيس يتعدى الكاس العالم للانديه، حاجه باهيه يكون ملازم يعني في كاس العالم للانديه، وان بلوس تحط تتحصل على مبالغ ماليه كيما هكايا باش تقوي الرصيد البشري نتاعك، وباش تخدم على الانفراستركتور، وباش تخدم على الفورماسيون والتكوين، وتعمل اداره فنيه قويه، وتعمل كل شيء بأسس علمية بالفلوس هذه. نمشيو تويكا للميركاتو وما أدراك ما الميركاتو. الترجي التونسي في ظرف 6 شهور باش ينتدب مرتين، عندك الميركاتو الشتوي هذا اللي قريب ينطلق، وعندك في جوان قبل كأس العالم للأندية عندك الحق في زوز ملاعبين. دونك الترجي التونسي لازم يعمل ميزاجور الصحيحه نتاعو في الميركاتو هذايا، ويحضر للميركاتو الصيفي نتاع كاس العالم للانديه. الترجي نتصور كانت فما حاجه في الترجي التونسي انه باش يكون الميركاتو هذا باش يكملوا به الميركاتو نتاع الصيف، يعني باش تكون فما 3 انتدابات قايمه، لكن اللي بعث الاوراق الكل واللي دخل الامور بعضها هو ضربه مريح. كانت فما امكانيه باش يجي مهاجم متوسط ميدان ومدافع سواء ايسر ولا ايمن، ماهيش واضحه العمليه، لكن تويكا مع البزوان نتاع الشامبيونز ليج، مع البزوان نتاع نتاع كاس العالم، مع الدوري التونسي، مع بطوله تونس، وتلعب سوبر كوب كونتر البقلاوي وسوبر كوب كونتر صفاقس، سي اوبليجي باش تجيب ديفونسير اكسيار، والحاجه ذي كما قلت دخلت الناس الكل بعض. دونك الترجي، وهذا يمكن ما صرح به رياض بنور وصرح به ريجي كامب، انه الترجي الذي تونسي باش يقوم ب3 انتدابات اللي هي مدافع محوري تونسي نأكد على تونسي 3 مرات، فما مفاوضات مع مدافع محوري تونسي، وان شاء الله في القريب العاجل نسمعوا اخبار به، متوسط ميدان في هجومي ومهاجم صريح ثاني لتعويض رودريغو رودريغيز، او باش تكون فما منافسه لرودريغو رودريغيز. هذا الشيء اللي قالوا راهو ريجي كامب، والشيء هذا حكيته وانا قبل ما يجي ريجي كامب، وقبل ما يمشي كاردوز، وقبل ما كان، وقبل حتى ترجع روبريز نتاع لونترينمون باش يكون فما ستاج. خاطر الترجي مستحق التدعيمات في البلايص حساسه، كيما نتفكر الفيديو ما يتنحاش من بين في محور الدفاع ناقص بصراحه، نجمش تلعب اكثر على توغاي ومريح جابت جلاسي، يقول زاد ناقص لازم تدعيم، خاطر سيزون طويله ما تعرفش على البليسير على الاستبعادات. اريال دروا بي اريال غوش بي، جابت الترجي ايمن بن محمد وما جابتش اريال دروا. لازمك متوسط ميدان يكون عنده المنتي والصنعه اللي ينجم يعمل لك يبدل لك الريتم نتاع المقابله، يبدل لك الريتم نتاع الجو نتاعك، يولي يعرف تولي فما ريبريز قويه هكاكا، وفما اتاكون مع رودريغو رودريغيز. وقت الترجي جابت العبدلي، قلت راهو العبدلي موش في مستوى الترجي التونسي، موش باش ينجح، وانا نشوف في العبدلي اللي قعدوا بناك وخرج القائمه اكثر من اللي لعب. كيف على كيف بسوي، كيف عملناه. وزاد كي حكيت على حسام الدين غاشا كي جا من تركيا، وقلت انه اللاعب هذا مش باش يزيد برشا للترجي، خاطر امكانياته عاديه، مش ملاعبي طاير ولا عادي، ملاعبي عادي كيف اللي عندك، يمكن اقل شوي. ما تنجمش انت تبني احلامك وتبني تصوراتك على ملاعبي عادي، وهي فيكتيفمون الترجي ما صورت منه حتى شيء ومشي وخرج على روح. دونك ان شاء الله اللي جاي خير، ان شاء الله قرعه باهيه للترجي، ان شاء الله نتقابلوا فيديو جديد وحلقه جديده. سلام.